أما الشاهد الثاني وهو التلمود اليهودي. التلمود مجموعة كتب دينية وقانونية مهمة جدا عند اليهود، واتكتب على مراحل بين القرن الثاني والخامس الميلادي. في التلمود البابلي في فصل السنهدريم 43 ألف في إشارة لشخص اسمه يشوع، بتقول كده إنه اتعدم قبل عيد الفصح بيوم واحد بتهمة السحر وإنه ضلل الناس. أغلب العلماء بيقولوا إنه يشوع ده هو المسيح بنفسه، والإشارة دي بتأكد إن اليهود كانوا شايفين صلبه كجزء من تاريخهم، لكن بيحطوه في سياق سلبي علشان كانوا ضده. وبحسب نسخة التلمود اللي اتنشرت في أمستردام عام 1943 وبالتحديد في صفحة 42 بيقول النص: لقد صلب يسوع قبل الفصح بيوم واحد وقبل تنفيذ الحكم فيه، ولمدة 40 يوما خرج منادي ينادي إن يسوع سيقتل لأنه مارس السحر وأغرى إسرائيل على الارتداد، فعلى من يشاء الدفاع عنه لمصلحته والاستعطاف من أجله أن يتقدم، وإذ لم يتقدم أحد للدفاع من أجله في مساء ليلة الفصح، وهل يجرؤ أحد عن الدفاع عنه؟ ألم يكن مفسدا؟ وقد قيل في الأنبياء إن شخصا مثل هذا لا تسمع له ولا تشفق عينيك عليه ولا ترق له ولا تستره، بل قتلا تقتله. فدي الشهادة نصا من التلمود البابلي. أخيرا، كل الشهادات التاريخية اللي سمعتوها دلوقتي دي من مصادر غير مسيحية بتأكد إن يسوع المسيح كان شخصية حقيقية عاشت في القرن الأول الميلادي، وإنه اتصلب في عهد الإمبراطور تيباريوس على إيد بيلاطس البنطي. صحيح إن المصادر دي ما تتفقش مع الأناجيل في كل التفاصيل، لكنها بتتفق في النقطة الأساسية وهي صلب المسيح، وده بيدينا تأكيد أكتر إن الحدث ده حصل فعلا في التاريخ.